وماذا بعد يا زمالك؟ الفرق كلها عمالة تجيب لعيبة وتعمل صفقات، والزمالك قاعد زي ما هو. حتى تعيين جون ادوارد اللي كل يوم يتقال طب بعد 48 ساعة، اخيرا بعد شهر كامل رسمي تعيين جون ادوارد. ففيديو النهاردة كده هيبقى ندردش سوا عن خطة الزمالك الجاية مع جون ادوارد، وكمان هنشوف قائمة الزمالك الحالية، وهنشوف مين اللعيبة اللي المفروض تمشي والصفقات اللي ممكن تيجي للزمالك. في كل الكلام ده هيبقى من وجهة نظري، فلو انت مش في قناة مش في قناة توصل كل جديد. في البداية ندرس سريعا على رسميا خلاص تعيين جون ادوارد للزمالك مدير رياضيا في الزمالك. الزمالك استنى شهر كامل على تعيين الراجل ده، كل يوم يتقال بعد 48 ساعة هيتعلن. اخيرا جمهور الزمالك حاطط امل كبير قوي على الراجل ده، يخلي جمهور الزمالك ياخد نفسه بعد سنين مع الجزيري ودونجا وشلبي والصفقات المعتوقة. الصفقات الكتير اللي حصلت دي، جمهور الزمالك حاطط امل على الراجل ده اللي هو هياخد نفسه. وكمان الراجل بيشتغل من قبل ما يتعمل تعيينه. طلع الكلام اللي هو خلاص يعني اختار المدير الفني، وفي صفقات كتير هو قدر اللي هو يحسمها. وكمان مع مساعدة من عضو مجلس الإدارة اتفقوا مع شركة الملابس نايكي اللي هي هتبقى الراعي لنادي الزمالك لمدة 3 سنين. فاحنا كجمهور حاطين امل كبير قوي على جون ادوارد، وان شاء الله يبقى قد التحدي. خلينا نخش بقى في موضوع الفيديو على طول ونشوف قائمة الزمالك الحالية، ومين اللاعب اللي المفروض يرحلوا، ومين الصفقات اللي تيجي من وجهة نظري. ففي البداية كده، انا ضد كل الناس اللي بتقول الزمالك عايز سكواد جديد، الزمالك عايز 10 ل20 صفقة، الزمالك عايز 11 صفقة. انا ضد كل ده. ليه؟ لسبب واحد من وجهة نظري. الزمالك احنا زي ما عارفين اللي هو عليه مشاكل في الفلوس، وفي لعيبة ما خدتش مستحقاتها كلها، والازمات المالية عن نادي الزمالك. فانا من وجهة نظري يعني نشوف المراكز اللي الزمالك محتاجها 100%، محتاجينهم ضرورة في الملعب، وتجيب الصفقات دي. وبعد كده تسدد لو معاك فلوس تسدد مستحقات اللعيبة وتسدد الفلوس اللي عليك، ولو بقى معاك فلوس يعني تجيب في الصفقات التانية. فنشوف في قائمة الزمالك دلوقتي، ومن وجهة نظري هنشوف المراكز اللي الزمالك محتاجها 100% عشان يتجاب فيها صفقات. وغير كده ممكن تستفاد بالفلوس دي اللي انت تدفع الازمات اللي عليك وكل حاجة، والفرق التانية برضو. فكل ده من وجهة نظري. ففي حراسة المرمى في محمد صبحي ومحمد عواد ومحمود الشناوي. فانا من رأيي في مصر مفيش جون كبير يعني غير ان اهلي بيراميدز سيراميكا كمان مش هيسيبوا محمد بسام. فمفيش جون اللي هو عليه العين قوي غير ممكن حارس الجونة. فانت لو عرفت تجيبه كانوا خير وبركة، معرفتش انت برضو مركز الحراسة احنا عارفين محمد صبحي ختم الموسم بشكل كويس جدا. محمد عواد جمهور الزمالك عارفين عواد، وعارفين اللي هو بيظهر في اللحظات الحاسمة، وعارفين قدرات عواد في مركز حراسة المرمى. فانا من وجهة نظري في حراسة المرمى انا مش عايز صفقات في حراسة المرمى من وجهة نظري. نطلع في خط الدفاع بقى. على اليمين نبدأ من على اليمين، عندك عمر جابر، وعندك احمد محمود، وعندك حمزة المسؤول بيلعب مركزه الاساسي باك يمين. فعلى الكلام اللي طالع ان الزمالك بيقرر اللي هو يستغنى عن كل الاجانب اللي عنده ما عدا بنتايج، فكده حمزة المسلوسي على الكلام اللي طلع من نادي الزمالك مش في الزمالك. فانت عندك عمر جابر وعندك احمد محمود اللي ما خدش فرصه مع نادي الزمالك مع انه كان متالق مع نادي الجونه، ومقدم نص موسم كان كويس مع نادي الجونه، ما خدش فرصه مع الزمالك. فممكن يطلع اعاره ويتعاقد الزمالك مع باك يمين. فكده ده مركز الزمالك محتاجه، ده اول صفقه الزمالك محتاجها. الناحيه التانية ناحيه الشمال عندك فتوح، عندك بنتايج. فمن وجهة نظري انت مش عايز حد ناحية الشمال. فتوح بيلعب نص ملعب عادي، بيلعب في الباك عادي، وممكن تطلع ناشئ برضو وتلعبه. فمن وجهة نظري ناحية الشمال الزمالك مش محتاج فيها حد. قلبين الدفاع عندك حسام عبد المجيد، عندك الونش، عندك احمد حسام، عندك مصطفى الزناري. اللي مصطفى الزناري بقاله كام ماتش اللي بينزلوا بيقدم بشكل كويس جدا، ولو اشتغل على نفسه هيبقى من اهم المدافعين في نادي الزمالك. وعندك احمد حسام، وعندك حمزة المسلوسي، وصلاح مصدق. صلاح مصدق اللي من وجهة يعني حمزة المسلوسي ماشي خلاص الزمالك مش هيجدد له. صلاح مصدق اللي انا مش شايف اي تفسير اللي هو يرحل عن الزمالك حتى لو اعاره. الراجل جالك ومن اول ماتش لعبه كان ماتش قمة قدام الاهلي، كان من افضل لاعبين المباراة بلا منازع. في ماتش سيراميكا لاعب واحد مان تو مان على زلاكا اللي هو واحد من افضل لاعبين الدوري الموسم ده، وقدر اللي هو يحطه في جيبه، وكان واحد من افضل المدافعين يعني. فانا مش شايف اي
مش شايف اي تفسير اللي هو يخرج كإعارة او كبيع. هو ممكن يبقى نقطة ضعف اللي عنده اللي هي الكرات العالية اللي هو ما بيلعبش براسه وغلط في كذا واحدة. بس انا من وجهة نظري انا عايز صلاح مصدق يبقى موجود. فكده عندك صلاح مصدق، عندك احمد حسام، عندك حسام عبد المجيد، عندك الونش، عندك مصطفى الزناري. واحمد حسام ده حرفيا لما جه لعب 3 ماتشات تقريبا، الزمالك طلع ب3 ماتشات دول بكلين شيت، مش فاكر عدد الماتشات قوي، وكان مقدم اداء جامد جدا. مش عارف هو ليه قاعد على الدكه، فمش عارف، مع انه كان مش يعني متعاقد مع شركه بره بتطور في ادائه. حسام عبد المجيد اللي فيه كلام اللي هو يرحل عن الزمالك، فانا من وجهة نظري مع جمهور الزمالك العرض اللي يجيلك يبقى من شروط النادي. غير كده مش عايز، خلاص تدنيك عندك كان حد ما عقدك يخلص، او تجدد بشروط النادي. ومن الصفقات اللي في كلام اللي هي طلع الزمالك اتعاقد معاها او يعني بيفكر فيها هو ياسين مرعي، اللي اصلا كان من شيء الزمالك وكان لاعب في الزمالك. ياسين مرعي لاعب فاركو، مدافع كان مدافع كويس جدا. الاهلي اصلا كان هيتعاقد معاه عشان يلعب معاهم المونديال كاس العالم للانديه، بس ما اتفقوش. فلو الصفقه دي تمت هتبقى مدافع وهتبقى اضافه كبيره لنادي الزمالك. فكده ده خط، دي القايمه بالنسبه لي من حراسه المرمى ل المدافعين. انت محتاج باك يمين ومحتاج مدافع، لو يعني لو امكن ياسين مرعي. فنص الملعب بقى بالنسبة لمركز 6 عندك دونجا وعندك شحاتة وعندك محمد السيد ممكن يلعب في مركز 6. بس الجمهور يعني كلنا متفقين ان دونجا ما ينفعش يكمل مع الزمالك، فانت كده محتاج واحد 6 في مركز 6 مع محمد شحاتة. وبالنسبة لمركز 8 انت عندك محمد السيد، عندك سيف فاروق جعفر اللي لو اشتغل على نفسه بدني هيبقى كويس جدا وهيبقى من افضل لاعبين نص الملعب في مصر. وعندك عبد الله السعيد بيلعب معاك 8، احمد حمدي ممكن يلعب 8، ناصر ماهر ممكن يلعب 8. فتوح في نص الملعب جامد قوي قوي قوي، فانت ممكن تستفاد بيه في مركز 8. عندك 6 لعيبه، فمش شايف ان الزمالك ممكن يحتاج واحد زياده في نص الملعب في مركز 8. انت ممكن تجيب في مركز 6. وبالنسبه لمركز 10 عندك عبد الله السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي، في حال لو ما اتفقش الزمالك مع عبد الله السعيد في الكلام اللي طالع اللي هم مختلفين بقيمه العقد وعبد الله يرحل عن الزمالك، ممكن تتعاقد مع لاعب بيلعب 8 او 10. فمن وجهه نظري الزمالك محتاج صفقه او 2 بس في نص الملعب. فكده الزمالك محتاج باك يمين، مدافع، لاعب 6. ولو عبد الله السعيد ما جددش ممكن تجيب لاعب بيلعب 8 او 10. نطلع بقى لخط الهجوم اللي الزمالك محتاج فيه في الثلاث مراكز حرفيا. فعلى ناحية اليمين انت عندك محمد عاطف، اللاعب اللي كان متألق مع طنطا بس ما خدش فرصة كبيرة مع نادي الزمالك. الماتشات اللي كان بيلعبها باك شمال. فانا شايف لو مش هياخد الفرصة هيطلع اعارة. مهاب ياسر اللي خلاص تقريبا رسمي خلاص راح الداخلية او حرس الحدود حاجة زي كده. الجفالي اللي هو اصلا تحت السن، في كلام من الزمالك هم بيقولوا هيطلعوه اعاره. فانت ما عندكش حد ناحيه يمين غير شمال، في كلام برضو اللي هو هيعتزل الموسم ده مش هيلعب الموسم الجاي. فانت حرفيا ما عندكش حد ناحيه يمين، فانت لازم تجيب جناح يمين. الناحيه التانية مصطفى شلبي اللي لازم يقعد دكه، لو ما جالوش عرض مناسب فدكه. فانت ما عندكش حد بيلعب ناحيه الشمال. ممكن فتوح يلعبها، ممكن بنتاج يلعبها، محمد حمدي اللي انت جبته من انبي اللي ما خدش فرصه اصلا في مركزه الاساسي الباك يمين خلاص الزمالك ما اشترهوش. فكده الزمالك محتاج جناح يمين وجناح شمال. ففي راس الحربة بقى الجزيري وحسام اشرف وناصر منسي وعودة عمر فرج من الإعارة بعد ما تألقوا مع النادي اللي كان بيلعب فيه، مش فاكر كان بيلعب في سويسرا ولا المجر حاجة زي كده. فأنا شايف إن الجزيري يرحل عن الزمالك. حسام أشرف ممكن يطلع إعارة كمان يعني. لو الزمالك جاب راس حربة، او اكيد الزمالك هيجيب مهاجم سوبر مع ناصر منسي ومع حسام اشرف، فكده 3 مهاجمين سوبر. عمر فرج ممكن يكمل في الاعاره او يشوف له بقى عرض كويس، مش الاداره تشوف له عرض كويس. فكده الزمالك محتاج في التلات مراكز اللي قدام، محتاج في الباك يمين، محتاج مدافع، محتاج مدافع. ممكن من وجهة نظري يعني نركز الاول في الصفقة في التلات مراكز اللي قدام، جناح يمين جناح شمال مهاجم. في نص الملعب 6، فكده 4 صفقات. باك يمين في الاول نحط الاولوية، فكده 5 صفقات. بعد كده
لاعب في نص الملعب 8 وبيلعب 10، فكده 6 صفقات. ولو امكن بقى يبقى مدافع، لو مفيش خلاص من وجهة نظري انا هستكفى بال6 صفقات دول. ومن الصفقات اللي طلع اشاعات ان الزمالك حسمها هي من فاركو برضو، وهو المهاجم احمد شريف. يعني انا الصراحه مش عارف هو جيد ولا لا، هو يعني بيجي له وقت مع نادي فاركو بيبقى كويس جدا، وبيجي له وقت بيبقى سيء جدا. وبرده المهاجم عمرو ناصر اللي كان من افضل لاعبين فاركو لو ما كانش افضلهم الموسم ده، واحد كمان من هدافين الدوري، فهيبقى اضافه قويه لنادي الزمالك. فتقريبا الصفقه اتحسمت برضو. والكلام بقى الاشاعات محمد شريف لو جه الزمالك هيبقى اضافه كويسه للزمالك. لاعب عنده الخبرات، لعب في ان بي، لعب في الاهلي، وعنده الخبرات في الدوري المصري، وهيبقى ومن افضل المهاجمين اللي جم في مصر. فهيبقى اضافه قويه لنادي الزمالك. هو اللاعب لحد دلوقتي يعني في مفاوضات وهو متفق مع الزمالك، بس سايب الاولويه للاهلي، مستني الاهلي بعد كاس العالم للانديه لو ما كلموش وتعاقدوا مع مهاجم تاني خلاص هيخلص كل حاجه مع الزمالك. وبرده من اللاعبين المرشحين لناحية الشمال هو احمد عبد القادر لو جه الزمالك هيبقى اضافة قوية جدا. لاعب مهاري وسريع وايجابي على المرمى، شفناه في الموسم مع نادي سموحة ثنائيته مع مصطفى فتحي كانت عاملة ازاي. فحرفيا ده اللي هيقعد مصطفى شلبي ويخلي مصطفى شلبي يطلع 200% من اللي عنده، ويتعب ويشوف هو ناقص في ايه ويشتغل عليه. واحمد عبد القادر هيبقى من افضل اجنحة الدوري لو الصفقة دي تمت لنادي الزمالك. بالنسبه برضه لنص الملعب، اللاعبين المرشحين للزمالك هو محمد رضا بوبو، اللاعب اللي انفجر مع فيوتشر، بعد كده راح لبيراميدز وطلعوا عرر سيراميكا، كسب معاهم كاس الرابطه وتألق في الماتش النهائي. محمد رضا بوبو لعيب كويس جدا في نص الملعب، بيعرف يشوط من بره كتير، بيعرف يباصي، فمن المرشحين بقوه للزمالك. فبالنسبه لي هيبقى اضافه للزمالك، وهيبقى اضافه قويه جدا في نص الملعب. فلو تمت برضو هيبقى اضافه لنص الملعب، بيلعب 8 وبيلعب 10 كمان. من برضو اللعيبه اللي الزمالك مركز معاهم في الدوري المصري هو زلاكا، اللاعب اللي كان كويس قوي الموسم اللي فات ناحيه الشمال، وكان من افضل اللاعبين سيراميكا ومن افضل لاعبين الدوري كمان. فلو تمت الصفقه دي هتبقى مفيده للزمالك، سواء هو او احمد عبد القادر او الاثنين، وكمان بالاضافه لعبد القادر بيعرف يلعب شويه ناحيه اليمين، فهتبقى مفيده قوي للزمالك. فكده طب هنشوف صفقات الزمالك اللي محتاجها في النهاية في وجهة نظري أنا. 3 مراكز اللي قدام 6 و8 أو 10، باك يمين، ولو أمكن يبقى مدافع لو مفيش فلوس بقى خلاص. يعني أنا ضد الكلام اللي كان بيطلع 20 صفقة والكلام ده كله. فده كان الكلام من وجهة نظري. برضو شاركني في الكومنتات انت من وجهة نظرك ايه، فيا رب تكون وجهة نظري زي وجهة نظرك ونتفق مع بعض. فما تنساش تشوفوا في توصلوا كل جديد، والسلام الفيديوهات الجاية كتير، وسلام.